عمري ما تخيلت ابدا ان لو حطيت السفن على البطاطس هيدي النتيجة المبهرة دي. فعلا كانت تحفة ونفس القرمشة. يلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة وايه اللي حصل في الفيديو. معانا هنا نص كيلو بطاطس، وممكن تضعفي الكمية على حسب عدد افراد الاسرة الموجودة عندك في البيت. معانا هنا نص كيلو بطاطس يا حبايبي، تكون وسط ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة، عشان كلها تكون بسوى واحد. هنبدأ نقطعها مع بعض شرايح بالشكل ده، اكنك بتعملي صينية بطاطس بالظبط. وهنلمها تاني حبايب قلبي مع بعض تاني، وهنبدأ نقطعها تكون كلها بسوى واحد زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدأ كده اظبطها وهبدأ اقطعها قطع. شايفين الشكل معايا في النهاية كلها بسوى واحد، زي ما احنا بنجيبها من كنتاكي من بره او من المحلات. وهنعملها مع بعض بنفس القرمشة ونفس الطعم. هنا البطاطس بعد ما غسلتها يا حبايب قلبي وصفيتها كويس جدا من النشا اللي فيها، ومعايا التوابل اللي احنا هنحطها عليها. معايا ملح ومعايا بابريكا ومعايا معلقتين دقيق ومعلقتين نشا وفلفل اسود وكمون. نقولهم تاني معانا معلقتين دقيق ومعلقتين نشا وبابريكا وملح وفلفل وكمون. نزلنا عليهم بقى ايه على البطاطس، قلبتهم كويس جدا ونزلت السفن عليهم. حطيت السفن عليهم. السفن بيدي قرمشة حلوة جدا وبيدي طعم حلو جدا للبطاطس. هنجيب طبق تاني وهننزل عليه بمعلقتين نشا ومعلقتين دقيق ورشة ملح. جربوها بالسفن هتديكوا نفس الطعم اللي احنا بنجيبه بره. حتى لو انتي حمرتيها وركنتيها على جنب شوية مش هتطرى خالص، هتنيها بنفس القرمشة بتاعتها. حطينا معلقتين دقيق عليهم معلقتين نشا وفلفل اسود وكمون، وهنحط الملح ومعلقة صغيرة جنزبيل. هنقلب كله كويس جدا يا حبايب قلبي. كده احنا خلصنا الطبق التاني، هنخش على الطبق التالت. معانا هنا كوباية مية، هننزل عليهم بنص كوباية سفن وهنديها رشة ملح. حلو قوي. اقلبها كويس جدا وكده يكون المكونات كلها موجودة معانا. هنبدأ بقى نعمل بطاطس ونغلفها بالطبقات اللي تديها القرمشة الحلوة والطعم الجبار. خدنا البطاطس من السفن والتوابل، هنحطها في الدقيق والتوابل بتاعتها والنشا. نقلبها كويس جدا. بعد ما نقلبها يا حبايبي ونغلفها بالدقيق نصفيها، يعني ننفضها كويس جدا وننزل عليها في السفن والماء. حلو قوي. لو انت بقى مشرفاني لغايه دلوقتي او اول مره بتشوفي قناتي، ما تنسيش تعملي اشتراك وصل اسم القناه، وكمان تفعلي الجرس عشان لما انزل اي وصفه يوصلك الاشعار. ولو انت من متابعيني ما تنسيش تكتبي لي كومنت حلو منك واللايك الجميل الحلو عشان الفيديو ينتشر. هنا حبيبي بعد ما نزلت في السفن رجعتها تاني للدقيق عشان تكون الطبقة متغلفة كويس جدا والسمك بتاعها حلو. طبعا هي بتكون ماسكة في بعضها بس احنا بنفكها وننفضها كويس. وهننزل تاني في قلب السفن. شايفين الطبقات على البطاطس ما نزلتش في السفن ولا جرالها اي حاجة حبايبي. هجمع بقى كمية بالشكل ده زي ما احنا عملناها. خدنا البطاطس من السفن والتوابل وهننزل على الدقيق. ده دقيق ونشا وتوابل برضو. نفضها كويس جدا ونفكها كده من بعضها، وهنروح نحطها في قلب السفن تاني لغاية ما اخلص كمية البطاطس اللي موجودة عندي. حطيناها في قلب السفن وكوباية المية والتوابل الملح. هنشيلها هنصفيها كويس جدا وهنردها تاني للدقيق والنشا عشان يكون لها سمك حلو كده وتبقى واخده طعم القرمشه. طبعا انتوا عارفين النشا وكمان السفن هيديها طعم حلو قوي وبنفس القرمشه اللي احنا بنجيبها من بره. نفضها يا حبايب قلبي كويس جدا وهنرجعها تاني للسفن نصفيها.
هي سهلة جدا وسريعة كمان، ما بتاخدش وقت، والاطفال هيحبوها جدا. الاطفال هيعشقوها وكمان الكبار من القرمشة والطعم الخطير اللي كان فيها. هنا حبايبي بنردها للدقيق وبنرجع ننفضها تاني ونرجع نردها للسفن. طب هنعمل ايه بعد كده؟ كملي معايا الفيديو هتعرفي البطاطس بتطلع بنفس القرمشة ونفس الجودة اللي احنا بنجيبها من بره. بنصفيها كويس، طبعا هي بتكون ماسكة في بعضها، بس كل ده هنتخلص منه. هنا حبايب قلبي بعد ما خلصت كمية البطاطس رديتها تاني للدقيق. هتاخد بقى التغليفة الأخيرة، نغلفها كده، وهنروح على الزيت بتاعنا يكون سخن جدا. هننزل بالبطاطس وهنحاول بقى نفكها من بعضها. اول ما بتنزل في الزيت بتفك من بعضها يا حبايبي، والزيت لازم يكون سخن. مع النشا ومع السفن هتديها قرمشة خطيرة. وطبعا الزيت يكون كتير معاكي. شايفين البطاطس اللون ده حلو جدا، اللون الذهبي ده تحفة. ما تسيبهاش اكتر من كده عشان هي ما تغمقش معاكي. حلوة جدا وكمان سريعة وما بتاخدش وقت. طبعا لو جيتي جبتيها من بره السعر بيبقى مكلف، لا انت عملتها في البيت وبعمايل ايديكي، والاطفال كمان هيحبوها ولادك. والقرمشة كمان كانت خطيرة وطعمها تحفة. طبعا احنا بنصفيها بقى كويس جدا من الزيت، هي ما بتشربش زيت، ده حلاوتها ليه ما بتشربش زيت. ومعايا كمان حطها على المنديل عشان ايه لو فيها حبة زيت تصفى كويس جدا. معايا كمية البطاطس يا حبايب قلبي. هبدأ انزل بكمية البطاطس اللي معايا اللي انا غلفتها التغليفة الاخيرة بالنشا والدقيق والتوابل. انزلها كده في الزيت. اول ما بتنزل في الزيت بتطش معاكي كده وتبدأ تفك من بعضها. طبعا ده من ايه؟ من السفن اللي احنا حطيناه. ما كنتش متخيلة ان انا لما اعمله بالسفن هيديني هيديني النتيجة المبهرة دي. فعلا انا اتفاجئت، هيفوتك كتير لو انت ما جربتيش البطاطس بالنتيجة دي. هنكمل باقي الكمية ونشوف البطاطس بتاعتنا المقرمشة الخطيرة في الاخر. حطي لايك. هنا حبايب قلبي بعد ما خلصت البطاطس، شايفين الكمية اللي كانت موجودة معايا دي؟ نص كيلو بطاطس عملوا الكمية الجميلة دي، والبطاطس كان طعمها تحفة. شايفين اللون تحفة، وكمان سمك البطاطساية حلو جدا وطعمها خطير. شايفين الجمال على القرمشة خطيرة. جربوها يا حبايب قلبي بطريقتي وبإذن الله تعجبكم. وما تنسوش برضو تكتبولي تحت في الكومنتات على الوصفة الجميلة دي. هي سريعة جدا وما بتاخدش وقت خالص. ده السمك بتاع البطاطساية جميل، وكمان هي مش مكتومة من جوه. زي ما حضراتكم شايفين كده البطاطساية معايا مش مكتومة خالص من جوه. وشايفين السمك قد ايه حلوة جدا. اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، واسيبكم بقى في رعاية الله مع تحيات مطبخ ام عبده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.